الراجل ده شكله قدام الناس عاطل وما عندوش شغل، بس الحقيقة إنه مليونير في السر. بيرجع لقصره الضخم اللي مساحته أكتر من 10,000 قدم، يشغل أباجورة المكتب، يلبس نضارته ويبدأ يشتغل. الفرشة بتمشي في إيده بسهولة وكأنها بتطير، وبعد شوية يخلص لوحة فنية مليانة تفاصيل وحياة. أيوة، هو ده سره الحقيقي. الراجل ده رسام عبقري، حتى الممثلات المشهورات اتفتنوا بلوحاته، وبعضهم كمان حاولوا يدخلوا حياته عاطفيا. بس شوي شيونج كان قلبه مع حد تاني من زمان. من 10 سنوات شوي شيونج كان أوحش طالب في المدرسة، وبالصدفة في مشروع تصوير وثائقي قعد على نفس الديسك مع يين شيو اللي كانت أشطر طالبة. الاتنين كانوا شخصيتهم عكس بعض تماما. شوي شيونج كان هادي ومؤدب، يين شيو كانت عصبية وبتضايق من أقل حاجة، لدرجة إن لو زميلة طلبت منها تستعير كراستها كانت ممكن تقطعها وما تديهاش. شوي شيونج كان شايف تصرفها أناني، وهي كمان كانت شايفة إن شوي شيونج فاشل وما بيفهمش. الاتنين كانوا بيكرهوا بعض، وقالوا لبعض إحنا بعد 10 سنين عمرنا ما هنشوف وش بعض تاني. بس اللي حصل ما كانش في الحسبان. الاتنين وقعوا في حب بعض علشان يدخلوا نفس الكلية. يين شيو وهي الأولى على المدرسة بدأت تساعد شوي شيونج اللي كان في الآخر خالص. خلال علاقتهم يين شيو كانت بتروح بيت شوي شيونج وتساعد أمه في شغل البيت، ولو حد ضايقه أو ضحك عليه كانت تدافع عنه، وكمان كانت دايما بتحضر له مفاجآت رومانسية صغيرة. علاقتهم فضلت جميلة وسعيدة 5 سنين، لحد ما في قمة سعادته يين شيو فجأة سابته، وده خلى شوي شيونج مش قادر ينساها لحد النهاردة.